السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيي في امتحان العربي، الامتحان كان كويس. ده رأي معظم الناس ورأيي الشخصي ان الامتحان كان كويس، بس محتاج شوية وقت زيادة. انما كأسئلة وكمجمل الامتحان كان كويس وفي مستوى المتوسط واقل من المتوسط كمان. طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ ما تراجعش، محدش يسأل اخوه انت عملت ايه، محدش يسأل ابنه انت عملت ايه، محدش يسأل صاحبه انت عملت ايه. ما تسألش اي حاجة، ما تقعدش تراجع، لان النماذج اللي بتنزل دلوقتي ديت، وفي ناس دخلت تسألني فين نموذج الإجابة. ما تبصش على نماذج الإجابة، نماذج الإجابة ديت بتبقى في 1000 نموذج إجابة، كل نموذج بإجاباته. فانت ممكن تشوف نموذج انت ايه ده انا حليت غلط، فتفتكر نفسك حل غلط، فما تراجعش ولا تراجع مع صاحبك، لان كل واحد بتفكيره. حليت حلو او حليت وحش، خلاص انت كده كده مش هتمتحن عربي تاني، دي اخر مره تمتحن عربي في حياتك. فركز في اللي جاي، خلاص انت كده يوم الثلاث اللي جاي عندك ماده تانية تركز فيها، مالكش دعوه بالعربي، العربي خلص، حمل كبير جدا اتشال من عليك، افرح ان هو خلص. طب هنعمل ايه في اللي جاي؟ الماده اللي هي الجايه اللي هي اللغه التانية، الفرنساوي، الايطالي، الالماني، اللغه التانية عامه. انت معاك سبت وحد واثنين والامتحان التلات. يوم السبت انا في رايي تذاكر فيه فيزياء، لان الفيزياء مواعيدها قليله، فانت ممكن تذاكر حبه فيزياء في يوم السبت وجنبها برضو الماده التانية. بس لو انت واقع خالص في الماده التانية، خلاص امسك الماده التانية. انما لو انت كويس وخلاص هتقدر تلمها، ذاكر حبه فيزياء. فيبقى كده هتروح من الامتحان انت لسه راجع يعتبر، هتقعد لك ساعتين مثلا تريح لحد الساعه 5 مثلا. بعد كده تبدا مذاكره فيزياء يوم السبت، وبعد كده حد واثنين دوت لغه تانية، حل كتير، حل كتير جدا، والامتحان بتاع اللغه التانية بيبقى كويس وسهل، فما تقلقش منه. بس المهم ان انت ما تراجعش خلاص، وتركز في اللي جاي، حتى لو حليت وحش خلاص الحمد لله، وركز تعوض في اللي جاي.